عش في حدود يومك. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من اخطاء الانسان انه يعكر صفو حاضره ويومه باعباء مستقبله الطويله، خصوصا لما ينطلق تفكيره في التامل. وما اسرع الوساوس والاوهام هنا، وبعد كده تتحول الامال ديت الى هواجس واوهام. والعيش في حدود اليوم يتسق مع قول رسولنا الكريم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والنعم دي ضمان لصاحبها علشان ما يقفش عن الإنتاج وتكون مريحة من المثبطات والعوائق. وهنا قول محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك. بيقول إيه بقى الغزالي؟ بيقول إن استعجال الضوائق التي لم يحنو موعدها حمق كبير، وغالبا ما يكون ذلك تجسيدا لأوهام خلقها التشاؤم. ولو كان المرء مصيبا فيما يتوقع فإن إفساد الحاضر بشؤون المستقبل خطأ صرف. والواجب أن يستفتح الإنسان يومه وكأن اليوم عالم مستقل بما يحويه من زمان ومكان. طب هل ده معناه إني أتجاهل المستقبل؟ لا أبدا. العيش في حدود اليوم لا يعني التجاهل المستقبل أو إنك تترك الإعداد له. اهتمامك بالغد وتفكيرك فيه ده أصلا سماه الغزالي حصافة وعقل. لكن هناك فارق بين التيقظ في استغلال اليوم والتوجس والإرباك المحير في الغد، بين الاستعداد بالمستقبل والاستغراق فيه، بين الاهتمام بالمستقبل والاغتمام به. الاغتمام هنا جاي من كلمة غم، يعني الضيق والهم، يعني أمر قلق أو مشكلة مسيطرة على تفكيرك. وأكبر مثال على ده سفيان الثوري. كان عند سفيان الثوري ثروة حسنة، وكان بيشاور لابنه ويقول: لولا هذه لتمندل بنا هؤلاء. يقصد يعني بني أمية، يعني إن غناه حماه من حكام زمنه وما احتاجش إلى تملقهم. اللي عايز أقوله أوصله إيه؟ إن علشان ننبذ القلق لابد من حاضر مكين، وحالة التمكين ديت هتيجي من إحسان العيش في حدود اليوم. لكن ما تذهلش في يومك، أو بالعامية ما تقدرش يومك بارتقاب غدك. وبس يا عم، دمتم سالمين. سلام.